لاستقبال المنتخب المغربي. المنتخب المغربي اللي استقبلوه الجماهير المغربيه، الجماهير المغربيه اللي برافو عليها والله لا تبارك الله عليكم. الجماهير المغربيه اللي مشاو امام المطار، مطار سهل الخوت، مشاو استقبلوا بونو وتيغوتوا بونو واشرف حكيمي. كلشي فرحان وكلشي ناشط عليها. نتكلموا وهنبينوا الصحافه المصريه، الصحافه المصريه اللي تيتكلموا على بونو، واللي بونو عطى واحد التصريح، والصحافه المصريه اللي نوضات قرباله ونوضات الروينه. وهنتكلموا على اشرف حكيمي، القضيه ديال الاغتصاب اللي في المحكمه ديال فرنسا. هنتكلموا على هذا الشيء كامل، وهنتكلموا على بونو واش كان سايق الخبار ولا ما كانش سايق الخبار في شي امور اللي غامضه الخوت. عليها اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم والسبورت ديالكم واشتركوا في القناه ديال عبد الاله برقرعاني، ونمشيو نكملوا الفيديو حتى الاخر الخوت. تبارك الله عليكم. شفنا الجماهير المغربيه، الجماهير المغربيه اللي فرحانه بزاف الخوت، مشات استقبلات الفريق المغربي. الليل كامل هما تيتسناو الخوت. كون ما كانش هما عاجبهم المنتخب المغربي ما يمشوش بالليل ويتسناو بالسوايع باش يشوفوا المنتخب المغربي. ولكن برافو عليهم اللي مشاو وبقاو مريحين بالليل الخوت. وشفنا المنتخب اللي جا عند الجماهير وسلم عليهم وتكلموا معاهم. وشفنا الجماهير اللي تيقولوا ياسين بونو وياسين بونو اللي فرح بزاف الخوت، ياسين بونو اللي فرح بزاف. وشفنا الجماهير تيغوتوا على المدرب وهبي، وشفنا تيغوتوا على اشرف حكيمي، باش شي وحدين يقولوا لكم المغاربه راه ما حاملينش المنتخب ديالهم. هذا الشيء هذا راه ما كاينش الخوت. شي وحدين اللي بقاو ويطنطنوا لكم في ودنكم يقولوا لكم راه صافي، راه ما يبقى راه منتخب لا والو. فين هو فوجي القجع؟ فين هو هذا؟ نتوما شفتوا فوجي القجع؟ شفتوا المنتخب كامل فرحان؟ شفتوا المنتخب المغربي اللي لعب ودار واحد المستوى كبيره؟ وشفتوا كيفاش كان الاستقبال الحار؟ شفتوا الاستقبال ديال المغرب وشفتوا الاستقبال ديال مصر. القضيه عندنا حنا هربانه، القضيه عندنا شي حاجه اللي الطب، عارفين الطب هو الطب. عندنا حنا استقبال اللي رائع، اللي زوين، اللي نقيقي. والقضيه ديال اشرف حكيمي، شي وحدين اللي خرجوا بواحد الكلام. هذا الكلام هذا تيقول لك اشرف حكيمي علاش ما لعبش مزيان ضد فرنسا، علاش ما ماركاش، علاش كان في اللعب مرخي وشفناه تيضحك. شي وحدين اللي اولوها هذيك الوقيته ديال الضحك قال لك اشرف حكيمي ساق الخبار بالقضيه ديالو ديال هذيك البنت اللي وقع معها المشكل، صافي راه تلغات وهو يضحك فرح. راه هذا الشيء هذا اللي تيقولوا بزاف، هذا الشيء اللي كاين في العناوين، وهذا الشيء اللي تيحطوا واحد الباجات ديال الجزائريين تيحطوا هذا الشيء هذا، تيحطوا بحال هاد الامور. ولكن ياسين بونو اللي الصحافه المصريه اللي تهجمات عليه، ياسين بونو شفنا واحد الهجوم اللي صعيب بزاف، هجوم اللي باش تشوفوا الحسد، باش تشوفوا الكره ديال هاد الناس هادو. ياسين بونو اللي احسن منكم، ياسين بونو هو افضل حارس في العالم، افضل حارس في العالم. حقا ما حقا قال لك ياسين بونو قال واحد التصريح على المنتخب الارجنتين، والمنتخب الارجنتيني واعر. مالو ما واعرش؟ واعر تبارك الله، مالو واعر وتيلعب مزيان. تيقولوا الصراحه، ولا قال هاد الهضره هادي راه قالها الصراحه، قالها الواقع هو اللي قالوا باش شي وحدين يبقاو يخرجوا يهضروا بشي حاجه اللي ما عارفينهاش. خاصكم تسكتوا، سكات احسن. وشفنا اليوم الجماهير اللي دارت روينه، الجماهير اللي ناشطين فرحانين، الجماهير المغربيه. ومازال يكون واحد الاستقبال اللي هيكون رائع، مازال هيكون واحد الاستقبال في الشوارع اللي هتشوفوا شي حاجه زويونه. ونفرحوا واحد شويه عاوتاني، غنفرحوا المغرب دا كاس افريقيا، السنغال غتردوا المنتخب المغربي، حيت المنتخب المغربي هو اللي ربح كاس
افريقيا. ها ما ناضوا شي وحدين عاوتاني قال لك حقه ما حقه، راه المنتخب المغربي خسر او خلى فرنسا يربح باش يديو كاس افريقيا. اي حاجه خاصهم يديروا ليها تاويل، اي حاجه خاصهم يديروا ليها تاويل. حنا ما فهمناش الخوت، ما فهمناش هاد الناس هادو شنو باغيين، والله ما فهمنا شي حاجه. تنشوفوا بعض الاعلام الجزائري، الاعلام الجزائري راه من شحال هادي الخوت، الاعلام الجزائري من شحال هادي هو تيتكلم ما عندوش غير، عندو غير المغرب وعندو غير القجع، ما عندوش شي حاجه اخرى الا المغرب. ما يتكلموش على شي دوله واحده اخرى او لا. حنا غنبقاو مقوصين على المغرب، المغرب دار، المغرب ما دارش، القجع هو السبب، القجع. شفناهم تا هما داخلين في هاد المعمعه ديال اشرف حكيمي، شفناهم داخلين وتيديروا الفتنه، راه هادو هما الفتان تيديروا الفتنه. اشرف حكيمي حقا ما حقا راه ما لعبش وغش المنتخب ديالو على وديت القضيه ديال هذيك البنت اللي تكرفص عليها والمحكمه والطران وهكا، وهما اصلا تيشجعوا المنتخب الفرنسي، واش هادو اللي تيشجعوا المنتخب الفرنسي وعارفين هما فرنسا شنو دارت ليهم وتيشجعوها ضد المغرب، تيشجعوا هما فرنسا ضد المغرب وفي المتحف ديال فرنسا. باش تشوفوا الخوت مع من عايشين ومع من مجاورين، القضيه راه صعيبه الخوت، القضيه راه تامه كبرى الخوت. باش تشوفوا بحال هاد الناس هادو اللي شي امور اللي الله المستعان اللي ما تيحملوش المغاربه. على الخوت شنو نقول لكم، تحياتي لكم.